بصوا خلصنا كده الطبق بتاعنا. بصوا عملنا ايه؟ عملنا رز ابيض. بصوا الرز عامل ازاي، بصوا الرز خطير. بصوا مع السلطه. بصوا قطعه البانيه عايزه. بصوا رقيق من جوه، بصوا فظيع. خطير. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد في قناة لقمة هنية. لو اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بامر الله. النهاردة بقى هنعمل وصفة جميلة ولذيذة قوي قوي. هنعمل بانيه بطريقة تحفة وجميلة وكله على بعضه كده وسهلة، مش هتاخد منك 10 دقايق بالكتير قوي. يلا بينا نبدأ وصفتنا. اول حاجة هنجيب طبعا الطبق بتاعنا وهننزل بقى فيه البانيه اهو اللي احنا حاطين عليه ليمون وغسلينه كويس قوي. هننزل اهو بقطع البانيه كلها. بصوا عايزه بس اهو هننزل ايه بقطع البانيه كلها زي ما انتم شايفين كده. كل قطع البانيه هننزل بيه. وطبعا عندنا بصل اهو هنحطه. هنحط كمان كل كمية البصل، هي بصلة صغيرة تمام اهو. هنحط بصل وهنحط علبة زبادي اهو. بصوا احلى حاجة في الوصفة دي بقى ان هي هنحط كله حرفيا على قلب بعضه اهو اهو كده. وهنحط كمان بيضايه كله على بعض. وهنحط كمان شويه خل مش كتير يعني. نحطين كمان الليمون ونحط بقى البهارات بتاعتنا اوكي نحط كده شويه بهارات حلوين اهو. بصوا اهو دي بهارات مشكله اوكي. وهحط كمان فلفل اسود علشان زفاره البيض. بصوا كله على قلب بعضه، خفيفه وسهله وسريعه وجميله قوي قوي. وهنحط كمان هنحط الملح وهنسيبها في التتبيله دي يعني ساعتين كده حلوين اوكي. نحط اهو شويه ملح مش كتير قوي يعني عشان. وهنحطه بقى في بقسماط وكده وهيبقى طعمه لذيذ وجميل وتحفه جدا. انا مش عايزه بس اكتر الملح قوي. هقلب وارجع لكم تاني. بصوا بقى اهو، بصوا شكله خطير ازاي. هنا بقى اهي حطينا التتبيله كلها. بصوا بجد نفسي تيجوا تشموا الريحه حلوه قوي قوي قوي. طبعا الليمون والخل والزبادي والبيض والتوابل. وخلي بالكو جدا 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 حاجه في البانيه ان انتوا خلي بالكو من الملح. بجد الملح ممكن يحدق معاكوا غصب عنكم، فحطوا الملح حاجه بسيطه قوي، ما تحطوش بجد ملح كتير، فالملح يبقى بسيط تمام. بصوا هنسيبه بقى في التتبيله كده يتنقع شويه
هو الاحسن طبعا ان انت تنقعيه من بالليل، يعني ليله كامله يتنقع في التتبيله، ده طبعا احسن، لان صدور الفراخ دي يعني هتشرب كده من التتبيله كلها وهتبقى جميله جدا جدا. فاحنا بقى هنسيبها كده ساعتين، تمام، تشرب التتبيله خالص، تمام. ولما تطلع بقى هوريكم طبعا هنعمل ايه، كملوا لاخر الفيديو. بصوا رجعنا لكم تاني بقى، بعد ما سيبناه ساعتين في التتبيله. دلوقتي بقى عندنا بقسماط ناعم اهو ده، وعندنا بقى كرانشي كده اهو. بصوا ده ناعم خالص، بقسماط مطحون. هنجيب بقى اهو البانيه، وهنحطه بقى في التتبيله. بصوا طبعا حاطين بقى زيت على النار، تمام. بصوا طبعا ده احلى حاجه فيها بقى واسهل حاجه، ان هو ايه، ان هو محطوط عليه كل حاجه. انت بقى مش لسه هتحطي بقى في البيض وتنزلي وتطلعي وتعملي، لا هو محطوط عليه حرفيا كل حاجه. وزي ما قلت لكم خلوا بالكم من الملح قوي قوي قوي. هنعمل شويه بالبقسماط وشويه بالكريسبي. بصوا اهم حاجه نحطها كويس قوي قوي في البقسماط. بصوا نغرقها كويس قوي في البقسماط. بصوا ندفنها كده، عارفين لما نحط حاجه كده وتدفن ندفنها. بصوا ندفن 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 اهو. اهو كده بقى هننزل بيها اهو كده، هننزل بيها بقى في الزيت اللي احنا حاطينه. انا طبعا حاطه الزيت، تمام. وهحط بقى واحده كمان، استنوا اجيب لكم واحده كده، عايزه واحده كبيره، بحب احط الكبار في الاول. بصوا بقى اهو، دي بقى هنحطها في الكريسبي اهو. نقعد ايه، نحاول ان احنا نغرقها عشان ده مش بيمسك فيها بسهولة. بس بصوا نحاول نخليه يمسك فيها. ممكن نحطها في البقسماط الاول وبعدين نحطها في الكريسبي ده اهو. بصوا برضو نعمل عليها، نحشيها في الكريسبي كده اهو. بصوا بجد يا جماعه الريحه حلوه قوي 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 قوي، تحفه بصراحه يعني. عايزه احطه في الزيت كده بقى على طول. بصوا تحسوها بجد قطعه بروست، والله حساها بروست بجد تحفه. بصوا خطيره والله يا جماعه، بجد خطيره. بصوا دي اهو خلصت الكميه، وحط شويه على